يا ريت تسمع الكلمتين دول وما تحكمش عليا بسرعة. اعتبرني بدردش معاك وممكن تطلع بمعلومة كويسة. من القوانين الكونية المهمة أوي 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 اللي لازم تعرفها قانون اسمه قانون التوسع، ومذكور في القرآن الكريم: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. معنى كده إن الكون لحد اللحظة اللي احنا فيها دي لسه بيتوسع. كويس. وهو القانون الحاكم. قانون التوسع هو القانون الكوني الحاكم، إن كل شيء مخلوق يحمل صفة التوسع. فلما تيجي بقى تقيس الكلام ده علينا احنا كبني آدمين، أكيد احنا كمان مخلوقات بنحمل طابع التوسع. طيب، يعني ايه بنحمل طابع التوسع؟ يعني كل شيء بنعمله وكل شيء بنحسه وكل شيء بنقدمه وكل شيء بنستقبله يحمل طابع التوسع. يعني لو انت النهاردة بتقدم شيء كويس، او عندك حاجة كويسة، او بتحس بحاجة كويسة، او في شعور كويس جواك، او بتعمل الخير، او ايا كان بتقدم اي شيء ايجابي، خد عليك بالتوسع في نفس الشيء اللي انت قدمته. طيب على النقيض بقى، لو انت بتقدم شيء سلبي، او عندك مشاعر سلبية، او بتعمل حاجة مش كويسة، او عندك سلوك مش كويس، ايا كان الشيء السلبي اللي انت بتعمله برضه هيتوسع. لأن القانون حاكم على الشيء الصح والغلط، والمناسب واللي مش مناسب، الكويس والوحش، على الطيب واللي مش طيب. يعني هو قانون ماشي على الكل. فانت اختار انت هتتوسع في ايه. يعني بدل ما تلوم على الدنيا، وبدل ما تلوم على القدر، وبدل ما تلوم على المواقف، وبدل ما تلوم على الناس، اعرف ايه هو اللي انت بتعمله غلط او مش مناسب، وعمال يتكرر معاك لانه عمال يتوسع. مفيش حاجة حواليك تقدر تلومها، لان هو قانون ماشي عليك بغض النظر انت عرفته او معرفتوش. يعني ما تفكرش ان الشيء اللي بيتكرر عليك او النتائج اللي عمالة تظهر لك دي من فراغ. بالعكس، انت دلوقتي المفروض عرفت ان هي بتحصل ليه. بتحصل علشان في شيء غلط او مش مناسب انت بتعمله، وبالتالي عمال تتوسع فيه وانت مش واخد بالك. فافهم، انت بتتوسع في ايه؟ انت بتتوسع في المناسب ليك ولا لا؟ لو عندك مشاعر سلبية ومعرفتش تتعامل معاها وعمالة تتكرر عليك، هي عمالة تتوسع. وفي نفس الوقت لو انت عملت شفت كده للمشاعر الإيجابية وبدأت تحس بحاجة كويسة، برضه هتتوسع. اعرف انت بتختار تتوسع في ايه، لان قانون التوسع هو القانون الحاكم. صباح الفل.